امبارح منتخب مصر لعب مع منتخب نيوزيلندا في ماتش ودي في بطولة كأس العاصمة، وقدر يفوز على نيوزيلندا بهدف مقابل لا شيء. كان مهم جدا جدا الفوز ده، خاصة مع أول ماتش لحسام حسن كمدير فني للمنتخب، وكل الناس بص على حسام وقاعدين يشوفوا شكل المنتخب عامل ازاي. فالحمد لله ان المنتخب فاز، ونتمنى المنتخب أداؤه يتحسن الفترة الجاية. كويس، ماتش اداء المنتخب ما كانش افضل حاجه، لكن دي اول مباراه لمنتخب لحسام حسن، وعارفين لسه بقى ماتش ورا ماتش هيبدا يبقى فيه انسجام في الاداء، هيبدا يسحب لعيبه ويحط لعيبه مكانها. فمنتظرين الفتره الجايه المنتخب اداؤه يتحسن مع حسام حسن، نتمنى النجاح لحسام حسن. لكن في ماتش المنتخب مع نيوزيلندا حصلت اصابه خطيره لامام عاشور، إصابة في الكتف، هيغيب 4 شهور. سلامات لإمام عاشور ونتمنى له السلام. كويس كده. غياب إمام عاشور مش هيلعب ماتشات بطولة أفريقيا مع الأهلي، ومش هيلعب تصفيات كأس العالم مع منتخب مصر. كويس. لكن اتفاجئنا امبارح بكمية ناس شمتانين في إصابة إمام عاشور. احنا بنرفض الشماتة في إمام عاشور، وفي نفس الوقت بنرفض الشماتة في لعيب الزمالك زي شيكابالا او الونش او اي حد بيتصاب، سواء من الزمالك او من الاسماعيلي او من الاهلي او من اي حد. بس اللي احنا بنطلبه ان الاعلاميين يبقوا محايدين. امبارح احمد شوبير طلع ويقول اللي بيشمت في امام اللي هيشوفه في قرايبه واللي هيشوفه في حبايبه. طب هل احمد شوبير قال نفس الكلام على اللي شمته في اصابه شيكابالا؟ هل احمد شوبير هاجم اللي شمته في شيكابالا؟ هل احمد شوبير اتكلم على موضوع الناس اللي بتقعد تقول طول الوقت على شيكابالا المرحوم، وتقول على شيكابالا شبه القرد او خدوا كلب اسود وودوه المقابر؟ ما تكلمش شوبير. فدي سقطه اعلاميه معتاده لشوبير. يا شوبير، احنا رافضين الشماته ضد امام عاشور، بس زي ما انت رافض كده برضو ارفض الشماته في شيكابالا وفي لاعبي الزمالك، عشان تبان ان انت محايد، عشان تبان ان انت محايد. في برضو موضوع مهم جدا، هو موضوع حراسة مرمى نادي الزمالك. طبعا لا يغيب عن احد ان اغلبية الناس مش عاجبها حراس المرمى اللي في الزمالك حاليين، محمد عواد ومحمد صبحي، ومش عايزينهم يكملوا في الفريق. حاليا مجلس الاداره بيفاضل ما بين احمد الشناوي وجنش ومحمد بسام. الثلاث اسماء دول، بسام وجنش واحمد الشناوي بتاع بيراميدز، المجلس الاداره بيتفاوض معاهم، واحتمال حد يجي فيهم بالاضافه لعواد او محمد صبحي. يعني عواد ومحمد صبحي واحد فيهم هيمشي غالبا، وهيجي الشناوي او جنش، او الشناوي وجنش، او الشناوي وبسام. فيحصل تعاقد مع حد حارس مرمى، لان وضع حراسه المرمى في الزمالك سيء جدا جدا جدا. بالنسبه لموضوع زيزو، طبعا زيزو ان شاء الله يعني هيرجع في خلال يومين 3 من الاصابه بتاعته، ويرجع بالف سلامه ان شاء الله. وفي انقسام داخل مجلس اداره الزمالك بسبب زيزو. في ناس من مجلس الاداره بيقولوا زيزو ده يتباع ب 10 15 مليون دولار ويفك كل ازمات الزمالك، وفي ناس تانية في مجلس الاداره بيقولوا لا، احنا كده بنهدم الفريق، احنا عايزين نضيف على زيزو لعيبه تانية اقوى واحسن علشان فريق الزمالك مستواه يعلى. ففي ناس ماشيه في السكه دي وناس ماشيه في السكه دي. انا بالنسبه لي برفض بيع زيزو. انت ما تهد عمود من اعمده نادي الزمالك، يبقى انت مش جاي تطور ولا جاي تكبر الفريق ولا جاي تحسن الفريق. امتى تبيع زيزو؟ لو عندك زيزو تاني، لو عندك حد مستواه زي زيزو هتبيعه والتاني هيلعب مكانه. يوم لما انت بعت او فرجاني ساسي مشي، كان عندك امام عاشور، فما حسيتش بنص الملعب ان حصل فيه دروب ولا حاجه. امام عاشور شال الزمالك. طبعا لما امام عاشور بقى مشي ومفيش بديل ليه كويس، حصل الدروب. النهارده هتمشي زيزو، هتجيب مكانه مين؟ دي نقطه في منتهى الخطوره. هتمشي، هتجيب مين اللي يحل مكانه؟ جوميز عايز يريح زيزو في المباراه الاولى لفيوتشر في الكونفدراليه، مش عايز يلعبه، وعايز يلعبه جزء من مباراه البلديه ويلعب المباراه الثانيه لفيوتشر في الكونفدراليه، مش عايز يجهده. فممكن
اول ماتش في الفيوتشر ما نشوفش زيزو خالص، ونشوفه في ماتش بلديه، ونشوفه في ماتش ايه، وفي ماتش الفيوتشر التاني. طبعا دلوقتي يعني الزمالك بيتكلم على تكافل الفرص مع يعني ماتش البلديه زي ما هيلعبوا يبقى لازم فيوتشر يلعب ماتش هو كمان، وفي كلام ان ممكن الماتش البلديه يتلغي، بس انا اعتقادي ان الماتش البلديه هيتلعب وفيوتشر هيلعب ماتش مع فريق مع فريق تاني عشان يبقى في تكافؤ فرص، زي ما الزمالك لعب يبقى فيوتشر لعب بالظبط. فهنشوف اللي هيحصل الفتره الجايه ايه. في نقطه برضو مهمه جدا، الاهلي بيخاطب المنتخب الاولمبي من اجل يعني محتاج هو اللعيبه اللي موجوده في المنتخب الاوروبي، اللي هو حمزه علاء والدبيس وكريم الدبيس. الاثنين دول الاهلي عايزهم، طبعا اصابه امام عاشور لخبطت الدنيا مع النادي الاهلي، فعايز الاثنين اللعيبه دول عشان يقدر ينافس في افريقيا، مش عايز الموسم ده عليه. فمش عارف هل المنتخب الاولمبي هيوافق ولا مش هيوافق. حسام حسن برضو الماتش الجاي اللي هو الماتش الودي مع اللي هيفوز من تونس وكرواتيا، منتخب مصر غالبا يقال ان مش هيلعب بلاعيبه الاهلي. لعيبه الاهلي مش هتشارك في المباراه ديت عشان الاصابات، لكن هو لو ما شاركش بلعيبه الاهلي، انت جبت نص الملعب كله اهلي، مروان عطيه، وجايب امام عاشور طبعا اتصاب، جايب اكرم توفيق، جايب محمد هاني، فانت هتلعب بمين؟ انت اغلبيه اللعيبه اللي انت جايبهم من الاهلي، فدي نقطه برضه في منتهى الخطوره. انت مش هتلعبهم، هتلعب مين؟ عشان كده احنا قلنا لازم تنوع في ما بين الانديه، ما ينفعش تجيب كل المنتخب من نادي واحد، لازم تنوع عشان لما يحصل دروب ويحصل حاجه ما تبقاش انت وقعت زي ما حصل دلوقتي. اخيرا بنتمنى الخير لامام عاشور ويقوم بالف سلامه، نتمنى الخير لمنتخب مصر مع حسام حسن، ويبدا حسام حسن يعني يختار بفكره، محدش يزقه، يختار بفكره، مش خاطر يراضي نادي ولا يراضي شخص ولا يراضي حد على حساب حد. بالتوفيق للمنتخب.